شفت المعلم ده حصل له ايه لما لقى دراع طالب وهو بيهزر معاه؟ شوف كده. هذا معلم خدمته حوالي 30 سنة. الرجل يعني رجل فاضل صالح مستقيم، نحسبه كذلك والله حسيبه. الطلاب يحبونه وهو يحب الطلاب، رجل كبير يعني خدمته حوالي 30 سنة، يعني مو بصغير. فجو الطلاب وقالوا له أستاذ هذا فلان يتمرن ويلعب كمال أجسام. راح المعلم يمزح معاه ومسك يده يلويها كذا، يعني لوية خفيفة ومسحة خفيفة. ضحكوا مع بعض، انتهى الموضوع وداوم. كان هذا تقريبا الدوام يعني على حد الاثنين تقريبا. انتهى اليوم الدراسي والطلاب او الطالب كمل الدوام، ومن بكره الاثنين الثلاثاء الاربعاء عادي كمل الدراسة وما في اي مشاكل. الاربعاء المغرب المعلم جاه اتصال، الو السلام عليكم، السلام فلان فلاني؟ قال لي نعم. قال الله لا يهينك، تعال لمركز الشرطة فلاني نبيك. الموضوع يعني ما اتوقع انه بيوصل للمرحله هذه ولا يدري المعلم. راح لمركز الشرطه، معكم فلان فلاني، سام خير؟ قال استريح. قال له الضابط انه ولي امر فلان رافع عليك شكوى انك يعني سببت المشكله بيده. قرأ التقرير الا فعلا. قال انت مسوي الشيء هذا؟ قال لي نعم، كنت امزح معاه ولويت يده. يعني حتى ما اتوقع انه بتوصل شكوى، وقال اني عارف الطالب وعارف ابوه، يعني ما اتوقع انه توصل للمرحله هذه. قال له يعني اعترف المعلم، قال انت لويت يده كذا؟ قال لي نعم. قال الله يهينك، اكتب افاده وش اللي سويته. طبعا ما اتوقع انه الى الان انه يعني راح يتصعد او يصعد الموضوع. كتب المعلم بكل مصداقيه وش اللي حصل بينهم، انه لو يده كذا وكذا وكذا الى اخره. وحيلت للنيابه، راح للنيابه، قال له المحقق انه جتنا افاده كذا وكذا وكذا، صحيح؟ قال لي نعم.